السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة بإذن الله هنكمل سلسلة المقارنات بين جهازين مهمين من الأجهزة اللي موجودة في السوق المصري، والجهازين اللي هنتكلم عنهم النهاردة هو جهاز ميديا وجهاز تورنيدو. أول حاجة معانا هيبقى نظرة عامة عن الجهازين. طبعا احنا كلنا عارفين إن جهاز تورنيدو تصنيع شركة توشيبا العربي. بالنسبة لجهاز ميديا، جهاز ميديا أصل الشركة بتاعته في الصين، لكن عندنا هنا في مصر هو تابع لشركة كارير. بالنسبة للضمان، ضمان الميديا 5 سنوات، وضمان التورنيدو برضو 5 سنوات. بالنسبة لقطع الغيار، قطع الغيار بالنسبة لتورنيدو متوفرة بسهولة عن طريق شركة توشيبا العربي. طيب بالنسبة للميديا، قطع غيار الميديا متوفرة، لكن بعض الفنيين اللي شغالين في الجهاز بيشتكوا من أسعارها. بالنسبة لمدى انتشار الجهازين في السوق، أولا التورنيدو قوي جدا في السوق المصري، ومعانا الميديا انتشاره واسع جدا في السوق العالمي والمحلي كمان. هنتكلم دلوقتي بالنسبة للكفاءة والأداء في الجهازين. أول حاجة الميديا بالنسبة للكمبرسور بتاعه، هو كمبرسور تروبيكال مخصص للعمل في المناطق الاستوائية، والتورنيدو بيبقى الكمبرسور روتري T1. وطبعا موجود فيديو على القناة بيشرح الكمبرسورات التي 1 والتي 2 والتي 3، وفي كمان فيديو بيشرح ايه هي خاصية التي 4 في الكمبرسورات. طيب بالنسبة للفريون، الميديا موجود بفريون 410، ونازل منه كمان فريون جديد وهو فريون 32. التورنيدو فريون 410. في خاصية في الميديا وهي خاصية الانفرتر، وبرضه موجودة في التورنيدو، بس الميديا الانفرتر بتاعه بيبقى توين روتري. يعني نقدر نقول ان دي حاجة جديدة شركة ميديا منزلاها في الجهاز، بحيث ان هو يتفوق على بعض الاجهزة اللي موجودة في السوق. بالنسبة لاستهلاك الكهرباء، الميديا ممتاز جدا في استهلاك الكهرباء، وخصوصا في الانفرتر بيبقى موفر جدا. طيب بالنسبة للتورنيدو، جيد جدا، خصوصا برضو موديلات الانفرتر بتاعته. بالنسبة لتبريد الجهازين في الحر الشديد، طبعا الميديا بيتفوق بعض الشيء عن التورنيدو. الميديا زي ما قلنا لحضراتكم ان الكمبرسور بتاعه T3، لكن التورنيدو الكمبرسور بتاعه T1. طيب بالنسبة كمان للصوت اثناء التشغيل، الميديا هادي في الانفرتر، بيبقى صوته اعلى شوية بالنسبة للاجهزة العادية، والتورنيدو في العموم صوته بيبقى هادي نسبيا، لكن طبعا مش زي الميديا الانفرتر. ودلوقتي هنتكلم عن بعض المميزات بالنسبة للجهازين. أول ميزة معانا هي التحكم الذكي. الميديا موجود فيه التحكم الذكي في موديلات الانفرتر، موجود فيه واي فاي، وطبعا احنا بنقدر نتحكم في الجهاز عن طريق الابليكيشن اللي بينزل على الموبايل. طيب بالنسبة للتورنيدو، التورنيدو موجود فيه خاصية التحكم الذكي في بعض موديلات الانفرتر بس. خاصية التربو موجودة في الجهازين، خاصية البلازما موجودة في الميديا في بعض الموديلات، وبالنسبة للتورنيدو موجودة ومتوفرة، وبتسمى خاصية البلازما شيلد. إعادة التشغيل التلقائي بالنسبة للجهازين الخاصية متوفرة. وبالنسبة لخاصية الإيكو أو توفير الطاقة، الميديا قوية جدا في موديلات الانفرتر، والتورنيدو جيدة جدا في موديلات الانفرتر. ووظيفة التشغيل الجاف أو زي ما بيبقى مكتوب على الريموت خاصية الدراي متوفرة في الجهازين. ودلوقتي هنتكلم عن آراء المستخدمين وآراء الفنيين اللي اشتغلوا في الجهازين. بالنسبة لتقييم الفنيين للجهازين، أولا الميديا أداء ممتاز في الانفرتر، لكن صيانته بتبقى محتاجة خبرة شوية. التورنيدو صيانته سهلة، قطع الغيار متوفرة، ومدعوم بقوة من الشركة المصنعة. بالنسبة للشكاوي المتكررة للمستخدمين، أول حاجة التورنيدو يعني معظم المشاكل بتبقى
نادرة شوية. المشاكل اللي بتحصل فيه أحيانا بتبقى سوء تركيب أو من الفولت بتاع التشغيل. وبالنسبة للتورنيدو، بعض العملاء اشتكوا من الحساس بتاع الريموت. بالنسبة لخدمة ما بعد البيع، التورنيدو خدمة ما بعد البيع بتاعته ممتازة، لأن طبعا شركة العربي معروفة بالخدمة السريعة بتاعتها. طيب الميديا، خدمة ما بعد البيع بالنسبة للميديا تعتبر متوسطة أو حسب الوكيل بتاع الجهاز. معانا كمان تقييم بالنسبة لجودة التبريد على المدى الطويل. التورنيدو ممتاز في جميع الفئات، الميديا برضو ممتاز في جميع الفئات وبالأخص موديلات الانفرتر. الخلاصة، لو بتدور على كفاءة طاقة عالية وتكنولوجيا حديثة يبقى الميديا الانفرتر. خدمة ما بعد البيع وسهولة الصيانة يبقى التورنيدو. تشغيل في أماكن حرارتها عالية جدا يبقى الميديا الكمبرسور التروبيكال. تصميم عصري وتحكم ذكي طبعا الميديا. سعر مناسب مقابل الأداء يبقى التورنيدو. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا معنا بالفيديو، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.